السلام عليكم حبايبي الغاليين، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. تعالوا نعمل مع بعض بقسماط الافران في البيت بكل سهولة. مكوناته بسيطة جدا جدا، بشوية مية وشوية دقيق هتعملي احلى بقسماط، احلى من بتاع الافران. هيطلع هش وخفيف ومقرمش ودايب كده في الاكل. وهنقول كمان على مكون هتضيفيه هيطلع معاكي دايب في الاكل وفي نفس الوقت مقرمش. وازاي تاخد لون موحد بالشكل ده وفي نفس الوقت هيبقى هش ومفرغ من جوه. بجد حلو جدا جدا والتسوية مظبوطة. وهنعرف كمان كل التفاصيل العجينة واحنا شغالين مع بعض. شايفة ما شاء الله مقرمش وفي نفس الوقت كده دايب، واخد لون ممتاز من فوق ومن تحت. حاجة في منتهى الجمال. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف هنحضر مع بعض ازاي. بس في البداية حابة افكركم لايك وشير وكومنت حلو منكم كده. شايفة التسوية جميلة ازاي، والبقسماطية هشة وخفيفة زي الريشة. من نص كيلو دي هتعملي الكمية دي وأزيد كمان. يلا بينا نسمي الله ونشوف هنحضرها مع بعض ازاي. هنجيب البولة بتاعتنا وانزل بكوباية وربع من المية الدافية لان احنا في جو الشتاء. حوالي 250 جرام، وهنقول مقاديرنا بالجرام والكوباية. معايا هنا معلقة من الخميرة 10 جرام، معلقتين من السكر حوالي 20 جرام. والمكون بقى اللي هتضيفيه هي معلقة الزيت على نص كوباية، معلقة السمنة على نص كوباية الزيت دي. من معلقة السمنة هتديكي الذوبان بتاعة البقسماطاية، وكمان الزيت هتديكي القرمشة بتاعة البقسماط. مش هتخليها تحجر معاكي، لا هتبقى مقرمشة وفي نفس الوقت كده دايبة. نص كوباية زيت يا بنات حوالي 100 جرام، وعليها معلقة من السمنة. نزلت هنا بنص كيلو من الدقيق، حوالي 4 كوبايات بمج الشاي العادي اللي هو موجود في كل بيت. وربع معلقة من الملح، وكمان نص معلقة من البيكنج باودر عشان تطلع معاكي البقسماط هش وخفيف. هنبدأ نعجن، وانت بتعجني كده هتحسي ان المواد السائلة ياما، والعجينة يعني إيه سايحة معاكي، او هتحسي ان انت هتحطي عجين. لا، هتحطي قصدي دقيق. ما تحطيش دقيق، انت عجيني بس واستمري في العجن وهتلاقي العجينة لمت كده معاكي ونعمت معاكي. احنا مقاديرنا مظبوطة على الشعرة وبالجرام وبالكوباية. ما تضيفيش اي حاجة لو لقيتيها كده سايلة وبتلزق معاكي. ما تضيفيش دقيق، استمري في العجين لحد العجينة معاكي ما تلم. تمام، هي في البداية كده هتلاقيها بتلزق، ولكن لما انت بتستمري في العجين وبتعجني هتلاقيها لمت معاكي ونعمت معاكي في نفس الوقت بالشكل ده كده اهو. وفي نفس الوقت هتلاقيها مش بتلزق في ايدك. هتلاقي كده تقولي كمية السوائل يعني زيادة، لأ. اعجني واستمري في العجين وهتلاقيها كده في النهاية نعمت معاكي وخدت معاكي كل السوائل اللي احنا حطيناها. احنا بنقول المقادير بالجرام والكوباية، وهنكتب لك المقادير في صندوق الوصف ان شاء الله، في الجرام والكوباية عشان تطلع معاكي ناجحة من اول مرة. شايفين استمرت في العجين ازاي؟ حوالي 5 دقايق تنيت نعجن فيها لحد ما نعمت معايا. قوامها ناعم جدا جدا. طبعا انا مش هنخمر البقسماط، هنخمره مره واحده. هنبدا نحط العجينه على جنب ونغطيها بكيس استرش او كيس تلاجة عشان خاطر ما تاخدش هوا وتعمل قشره فوق الوش. هنغطيها على جنب ونبدا نجيب نص كوبايه من السمسم ونرشها رشه بسيطه كده بمعلقتين من الميه، واحطها على جنب. رشه بسيطه بالبخاخ كده بتاع الميه عشان خاطر بس البقسماط يبقى يلزق في السمسم. حابه تحط حبه البركه تمام. هنا هنبدأ ناخد قطعة كده من العجينة ونعملها رول كده او نفرها بكف ايدينا كده. تمام، حسب ما انت عايزة بقى البقسماطية طويلة قصيرة على حسب القطعة اللي انت عايزاه. اعملي بقى روليها بكف ايدك مش بصوابعك عشان ما تطلعش حتة رفيعة وحتة تخينة، ونبدأ نحطها في السمسم. الحركة دي بقى اختياري، لو حابة تعملها بعد ما احطها في السمسم هفرها كمان مرة كده عشان خاطر السمسم يلزق على البقسماط. هو كده كده السمسم بيقع، ولكن بس زيادة تأكيد ان انا يعني ايه اخلي السمسم يلزق فيها اكتر. هناخد قطعة كده بالسكينة اهي، هنسيبها بس تريح 10 دقايق هتلاقيها تقطع معاكي بكل سهولة. وهتلاقيها تفر معاكي مش تلم معاكي على طول، لا هتلاقيها كده وانت بتروليها تفر معاكي، وزي ما انت توجهيها كده هتلاقيها ايه ما تلمش معاكي. شايفين يا بنات؟ طبعا انا ورايا صاج، الصاج مش مدهون اي حاجة، وببدأ احط فيه البقسماط وبين كل واحدة والتانية بسيب مسافة عشان خاطر احنا هنخمرها مرة واحدة في الصاج. تمام، بعد ما بنخلص التشكيل البقسماط بنسيبها ساعة وبعد كده ندخلها الفرن
في جو اللي هو بيبقى جو الشتا. لما بيبقى في الحر بقى يا دوبك بمجرد ما بتخلصي تشكيل البقسماط بتدخليه الفرن على طول. في كام ملحوظة هنقولها مع بعض واحنا شغالين. تمام. البقسماط ما تخمروش زيادة عن اللزوم. تمام. وقبل ما بتدخليه الفرن بتسخني الفرن قبليها ب10 دقايق عشان تطلع التسوية مظبوطة، ويبقى البقسماطية كده مقرمشة، وفي نفس الوقت تلاقيها دايبة كده ما تلاقيهاش محجرة. تمام. هنبدأ ناخد قطعة قطعة وبكف ايدينا ونبدأ نفرها. حابة ترفعيه عن كده تمام، ولكن كده حلو قوي. لو انت عايزة تعملي البقسماط يعني مليانة وحلوة كده. ده اول صاج خلصناه، هنبدأ نحط هنا في الجناب برضو. هتعمل النص كيلو معانا قد ايه يا بنات؟ هتعمل بالظبط 3 صاجات. لو انت هترفعيه شوية هيعمل 3 صاجات مليانين. كمية حلوة جدا. لو عايزة تضعف الكمية تقللي الكمية براحتك. انا هكتب لك مقادير نص كيلو في صندوق الوصف. تمام. هنبدأ ناخد قطعة كمان اهي، وبكف ايديا كده ونبدأ نفرها. بصي ما تعمليش بصوابعك، او تيجي ترولي بكف ايدك كده عشان خاطر ما تطلعش حتة تخينة وحتة رفيعة، يبقى كلها قد بعضيها. تمام. نبدأ نظبط كده وبنقطع ونقطعها من الجناب، ونبدأ نحطها في السمسم. عايزة حبة بركة حبة سمسم، عايزة تسيبيها سادة براحتك. وبعد مرور بالظبط بعد ما اخلص كل الصجان بتاعتي هنسيبها ساعة، وقبل ما ادخلها الفرن بكون مولعة الفرن قبليها بحوالي 5 دقايق. وبولع الفرن على درجة هادية جدا، يعني درجة 170 180، عشان تطلع معاكي مقرمشة، ما تاخدش لون وبعدين تبقى مش مستوية من جوه. ودي كل الكمية اللي معايا بالشكل ده اهي. وفي صاج كمان بس مش مليان، وزي ما قلت لك عايزة ترفعيه شوية هيبقى 3 صجان مليانين. هدخلها الفرن، وبعد بالظبط خدت سوا قد ايه 25 دقيقة. وكمان شايفة ما لزقتش ولا حاجة، واخدة التسوية من فوق ومن تحت. التسوية ممتازة وجميلة ازاي، ما شاء الله، واخدة لون حلو قوي قوي. سبتها بالظبط من 20 دقيقة ل25 دقيقة على درجة حرارة 180، ومن وقت للتاني كنت بدير الصينية. شايفين يا بنات ما شاء الله حلو قوي ازاي. تعالي بقى نوريكم، واخدة لون جميل جدا، والبقسماطاية هشة وخفيفة زي الريشة، مش معضمة مش تقيلة، واخدة خمر حلو جدا. وزي ما دخلتها الفرن زي ما خرجتها بالظبط، من غير التخمير بتاعها ما يضيع. شايفين؟ تعالي بقى نفتح واحدة من جوه اوريها لك مفرغة ازاي من جوه. شايفين؟ مفرغة وخفيفة وهشة ومقرمشة ودايبة في نفس الوقت، بتدوب كده في الاكل من معلقة السمنة اللي حطيناها على الزيت. ما شاء الله. قومي بقى اعمليها ده في بيتك بالخير والبركه. ونص كيلو دي عمل لك الكميه دي. وعلى فكره في بقسماط، في بقسماط ايه، في الصينيه التالتة ما طلعتش لسه، ولكن عشان التصوير دولت الصينيتين اللي طلعتهم. شفت نص كيلو عمل لنا كميه قد ايه، مفرغه من جوه وجميله جدا. اعملوها يا بنات بنفس الطريقه. ولو انت شايفه المحتوى مفيد واستفدت من الفيديو، لايك وشير وكومنت حلو منكم كده. انا بحب تعليقاتكم وبقراها وبستنى تعليقاتكم. ويا رب الفيديو البسيط يعجبكم، واشوفكم على خير. كل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم.